طلاب الصف الاول الثانوي، يلا بينا نشرح ونحل على الدرس الاول في الوحده التاسعه في ماده البرمجه والذكاء الاصطناعي، درس قواعد البيانات في ثلث ساعه بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، طلابنا حبايبنا ابطال الصف الاول الثانوي، معادنا دلوقتي مع الدرس الاول في الوحده التاسعه في ماده البرمجه والذكاء الاصطناعي. الدرس الاول بيتكلم عن الداتابيز او قواعد البيانات. اول حاجه بيقول لي ايه هي قاعده البيانات او ايه هو نظام اداره قواعد البيانات. نظام اداره قواعد البيانات او قاعده البيانات الداتابيز ده بيقول لي هي مجموعه منظمه. يعني الداتابيز هي مجموعه منظمه من ايه؟ من البيانات. تمام؟ يبقى انا عندي بيانات متنظمه منظمه ومخزنه بشكل يسهل الوصول اليها لاغراض محدده. زي ايه؟ زي الارقام اللي عندك على التليفون. الارقام اللي عندك على التليفون او الجهات الاتصال بتاعت التليفون ده بيكون قاعده بيانات او داتابيز. طيب ليه يا مستر دي قاعده بيانات او داتابيز؟ دي بيانات منظمه متخزنه عندك على التليفون بيسهل الوصول اليها. انا مجرد ما هدوس على ايقونه معينه في التليفون عندي فانا كده دخلت على ايه؟ دخلت على قاعده البيانات او دخلت على قاعده البيانات اللي هي بتاعت الارقام. تمام؟ طيب ليه بقى هي متخزنه بشكل يسهل الوصول اليه؟ عشان عندي اغراض معينه. انا عندي اغراض ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخش والله يا مستر على الجهات الاتصال عشان اتصل بحد صاحبي. تمام؟ بالاضافه الى جمع البيانات، انا ممكن ازود بيانات، ممكن ازود ارقام. انا بقول لك بس بشكل مختصر يعني ايه داتابيز، بعد كده هنكمل. طيب فانه يتيح البحث، ينفع ابحث عن الارقام والمعالجه والمشاركه بسهوله. ممكن ابعت لحد على الواتساب رقم حد، ممكن ابعت بيانات حد على الواتساب، ايا كان. طيب قال لي زي قوائم جهات الاتصال على الهاتف ومعلومات عملاء في الشركه. لو انا عندي عملاء في الشركه فانا بسجل البيانات بتاعتهم بحيث ان انا ارجع للبيانات دي تاني لما اعوز اتواصل مع العملاء او يبقى عندي معلومات عن العملاء بحيث ان انا اعرف اخدمهم ازاي. تمام؟ دي كده يعتبر برضو قاعده بيانات. ايه هو نظام اداره قواعد البيانات؟ اللي هو الداتابيز مانجمنت سيستم. طيب اللي هو الدي بي ام اس ده اختصار للي انا قلته ده، اللي هو داتا اللي هي دي بي ام اس. تمام؟ طيب نظام ينشئ ويشغل ويدير قواعد البيانات. يبقى ده النظام اللي بينشئ قاعده البيانات اصلا اسمه نظام اداره قواعد البيانات. طب النظام ده مش ليه وظايف؟ اه والله ليه وظايف. بيعمل ايه النظام ده؟ تعال اقول لك. انا دلوقتي عندنا ماما في البيت، ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها. يعني ماما في البيت هي نظام اداره قواعد البيانات اللي هي بتاعت الهدوم. يبقى نظام اداره الهدوم في البيت، لو انت ولد سيبك من البنات مالناش دعوه بيها دلوقتي، هي ماما هي اللي بتبقى مسؤوله عنه، هي اللي مسؤوله عن النظام ده. بتعمل ايه؟ والله ماما هي اللي بتعدل على الهدوم، هي اللي بتطبق الهدوم، هي اللي بتخزن الهدوم، هي اللي بتشيل، هي اللي بتحذف هدوم وتحولها ل حته تمسح بيها في المطبخ، مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام؟ يبقى هي اللي بتعدل على الداتا دي كلها او الهدوم دي كلها من حيث الدولاب. هي مين؟ ماما. طيب ماما بتعمل ايه؟ ماما قلنا بتخزن وبتحذف، بتحولها لحته في المطبخ. ماما هي اللي بتعالج الدولاب لو هو متبهدل، ماما اللي بتعمل كل حاجه. يبقى اذا ماما هي مدير قواعد البيانات. طيب مش المدير ده ليه وظائف لسه قايلها لك؟ طب تعالى نشوف الوظائف بتاعتها. قال لي وظائف نظام اداره قواعد البيانات: اتساق البيانات وتكامل البيانات، استقلاليه البيانات، سريه البيانات، توافر البيانات. دي الوظائف بتاعته. بيعمل ايه بقى؟ يعني ايه اتساق يا مستر للبيانات؟ تعال اقول لك. اتساق للبيانات قال لي ضمان ان العمليات اللي بيحصل لها بقى المتزامنه، ضمان ان العمليات المتزامنه للبيانات المشتركه لا تسبب تناقضات. يعني ايه لا تسبب تناقضات؟ يعني انا دلوقتي يا مستر عندي صوره على الفيسبوك، تمام؟ وانا عامل تزامن لاكونت الفيسبوك مع الانستجرام. جيت اخش على اكونت الفيسبوك اغير صوره البروفايل عشان زهقت في العيد بقى ولبسنا وكشخنا كده الجلابيه وظبطنا الدنيا، فاهم؟ فاحنا عايزين نغير الايه؟ عايزين نغير الصوره بتاعت البروفايل. الاقي صوره الانستجرام المفروض ان هي تتغير لوحدها. ليه؟ لان انا عامل تزامن لاكونت الفيسبوك مع اكونت الانستجرام. يبقى هو ده اسمه ايه؟ اسمه اتساق البيانات. اتساق البيانات ان العمليه اللي بتحصل هنا في الداتابيز تحصل في الايه؟ في البيانات الثانيه. تمام؟ تمام. طيب يعني ايه تكامل للبيانات؟ قال لي هو منع التكرار، العبث، التسجيل او التحديث الغير مصرح به للبيانات، اللي هو كنا خدناه في الترم الاول اسمه مبدأ السلامه.
يعني ايه مبدا السلامه؟ يعني ما يحصلش حاجه في البيانات بتاعتي ولا يتم العبث فيها غير لما انا اخش ايه اعمل كده. يبقى كده انا البيانات بتاعتي سليمه وجميله ومستريحه كده والدنيا لطيفه يعني. طيب استقلاليه البيانات، يعني ايه استقلاليه؟ استقلاليه اللي هو الحريه كده؟ لا، استقلاليه اللي هو تعني ان قواعد البيانات منفصله ملهاش علاقه عن البرامج التي تستخدم. يعني ايه؟ يعني انا عندي قاعده البيانات بتاعت الفيسبوك، حلو حلو، او قاعده البيانات بلاش فيسبوك هنا، نقول قاعده البيانات بتاعت اليوتيوب، تمام؟ من الفيديو ده هينزل على يوتيوب. قاعده البيانات بتاعت يوتيوب، حلو. قاعده البيانات يا مستر بتاعت اليوتيوب ملهاش علاقه بالابلكيشن نفسه. يبقى انا لو مستخدم للابلكيشن مش هعرف اعدل على الداتابيز بتاعت اليوتيوب، انا كده مش مستخدم، انا كده موظف في اليوتيوب، تمام؟ او انا اللي بدير قاعده البيانات. يبقى ما ينفعش الاستقلاليه بتاعت الداتابيز ملهاش علاقه بالابلكيشن نفسه، يبقى ملهاش علاقه بالبرامج التي تستخدمها، تمام؟ يبقى البرنامج حاجه وقاعده البيانات بتاعته حاجه. يبقى اللي يعدل على قاعده البيانات يتعدل على الايه؟ على اليوتيوب، ولكن ما ينفعش البرنامج نفسه هو اللي يعدل على قاعده الايه؟ البيانات. طيب سريه البيانات، يعني ايه سريه؟ يعني محدش يقدر يخش على البيانات دي او يشوفها او يعد او يعمل فيها اي حاجه غير ليه صلاحيه. ان انا مديله صلاحيه للكلام ده اللي احنا خدناها برضو في الترم الاول، مبدا السريه في امن المعلومات. يبقى انا سريه البيانات تعيين اذونات، يبقى في حد بيخش بباسورد، بيخش بمصادقه، بيخش باي حاجه، يبقى تعيين اذونات الوصول واجراءات الايه؟ واجراء المصادقه، تمام؟ تمام. طيب توافر البيانات، توافر البيانات برضو سمعناها الترم الاول التوافريه، يعني لما عاوز البيانات في اي وقت الاقيها. طب انا هعمل ده ازاي يا مستر؟ هعمل ده من خلال ان انا يكون عندي باك اب او نسخه احتياطيه عشان استعيدها، واستعداد للاعطال المحتمله بحيث يكون يمكن ايه استعاده الايه؟ البيانات. يبقى انا لو عندي عطله حصل، الداتابيز اتمسحت، ايا كان ايه اللي حصل، يبقى انا عندي نسخه احتياطيه سايبها على هارد تاني، سايبها على كمبيوتر تاني، بحيث ان انا لو حصل عندي اي حاجه اقدر ارجع للبيانات وتكون متوفره معايا. كده خلصنا اول جزئيه. طب الجزئيه الثانيه ايه يا مستر انواع قواعد البيانات؟ قال لي عندي اربع انواع قواعد البيانات، ولكن احنا اللي عندنا البيانات اللي احنا هندرسهم هم 3، وبالاخص هندرس اللي هي العلائقيه. طيب بص يا عم، قال لي عندي قاعده بيانات هرميه، قاعدة بيانات يتم فيها تمثيل البيانات في هيكل هرمي يشبه شجرة. يعني ايه؟ تعال اقول، بص ادي ايه؟ ادي الشجرة، ماشي تمام؟ الشجرة بيبقى لها فروع، بيبقى لها فروع كده كتير، بيبقى لها فروع كتير، تمام؟ ولكن كل فرع مرتبط بايه؟ باصل اللي هو الجذر بتاع الشجره. يبقى الجذر بتاع الشجره بيكون تحت، بيقوم مطلع بقى فرع كده وفرع كده وفرع كده وفرع كده، والفروع دي يكون فيها حاجات والكلام ده كله، تمام؟ طيب يبقى انا الهرميه بتكون مرتبطه باصل، والاصل ده طالع منه ايه؟ فروع، اللي هو واحد تحتيه واحد، تحتيه اثنين، والاثنين تحتيهم اثنين، والكلام ده كله كنا بنسمع عنه في الايه؟ في البيزنس الهرمي والكلام النصب اللي كان بيحصل ده. طب قاعده البيانات الشبكيه، شبكيه يعني شبكه مرتبطه ببعضها. يعني ايه؟ يعني انا ما بقاش عندي بقى مرتبطه باصل واحد، لا ده انا عندي اكتر من حاجه مرتبطه باكتر من حاجه. يعني ممكن الدايره دي تكون مرتبطه بالدايره دي، والدايره دي مرتبطه بدي، ودي مرتبطه بدي، وبعد كده في دايره هنا تاني فمرتبطه بيهم كلهم. لو انا عندي مكتبه اللي هي بتاعت الكتب، يعني المكتبه دي فيها اكتر من كتاب، الكتاب ينفع يقراه اكتر من حد، الحد يعرف يقرا اكتر من كتاب، المكتبه بيشتري منها اكتر من حد، المكتبه فيها اكتر من موظف، كل ده ايه؟ متشابك ببعضه. يبقى المكتبه الواحده طالع منها بص كام حاجه، المكتبه نفسها بقى بص طالع منها ايه؟ المكتبه كله مرتبط بالمكتبه، والمكتبه مرتبطه بيهم كلهم، اللي هو مرتبطه بالكتب ومرتبطه بالموظفين ومرتبطه بالعملاء ومرتبطه بالقراء، كل دول وكلهم مرتبطين بالكتب، والمكتبه فيها الكتب والكتب بتتخزن في المكتبه، كل دي شبكه. يبقى قاعده بيانات ايه؟ شبكيه. لما تكون الحاجه الواحده فيها اكتر من حاجه مرتبطين ببعض كده، كلهم مرتبطين ببعض، يبقى ده اسمه ايه؟ قاعده بيانات شبكيه. طب قاعده البيانات دي بنستفيد منها ايه؟ لو انا عندي دلوقتي داخل وخارج. يعني ايه عندي داخل وخارج؟ يعني ايه عندي كتب بيقراها اكتر من حد، فانا عايز اعرف الكتاب ده كام واحد قراه، والكتاب ده كام واحد اشتراه، والكتاب ده كام واحد استعاره، واللي بيقرا ده قرا اكتر من قرا كام كتاب، والموظف ده اتخزن عندي في المكتبه كام كتاب، وهكذا. يبقى حوارات كتير كده اقدر ان انا اربطهم بايه؟ ببعض. لكن لو انا عندي حاجه واحده نازل منها كل حاجه، اللي هو مثلا رئيس الشركه ده عنده موظفين، الموظفين تحتهم موظفين، الموظفين تحتهم موظفين، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمها هرميه، لان في تدرج في الايه؟
في قاعده البيانات، زي بابا تحتيه انتوا، وانتوا بعد كده بتخلفوا ان شاء الله يبقى في تحتيكوا احفاد، وكان في جده ومش عارف ايه الكلام ده كله. دي اسمها ايه؟ دي اسمها هرميه، اللي هي بتكون شجره العيله، زي ما بنقول كده ايه، شجره العيله بتاعه الايه بتاعتها. يبقى دي اسمها هرميه، الشجره اسمها هرميه. طب الشبكيه اللي هي كلها مرتبطه ببعضها، ده مرتبط بده، وده مرتبط بده، وده مرتبط بده عادي، والكلام ده كله. طيب اخر حاجه عندي قاعده البيانات، او اللي قبل الاخيره، لان الثالثه احنا مش الرابعه مش هنستفيد فيها. عندنا بس ليها ايه؟ تعريف. ادعوا لنا بالشفا كده ان شاء الله، عشان بنصور لكم واحنا تعبانين يعني، ده اللي اخرنا عليكم، احنا اسفين يعني. طيب قاعده البيانات العلائقيه، مين اسمها علائقيه؟ يعني فيها علاقات، سواء بقى علاقات رياضيه، سواء علاقات مرتبطه ببعضها، جداول مرتبطه ببعضها اصلا. بص قاعده البيانات العلائقيه، ادي جدول ودي جدول ودي جدول ودي جدول، اقدر اربط الصف ده العمود ده قصدي مرتبط بالايه؟ بالصف ده، والصف ده مرتبط بالعمود ده، وهكذا، كله مرتبط ببعضه من ناحيه علاقات معينه. الاسم ده مربوط بالصف ده، هقول لك دلوقتي بعدين في الدرس الجاي ان شاء الله هتعرف يعني ايه قاعده بيانات علائقيه باستفاضه. طيب اخر حاجه عندنا النو سيكوال. النو سيكوال قال لي هي انظمه اداره قواعد البيانات اخرى غير انظمه اداره قواعد البيانات العلائقيه. يعني ايه؟ اللي هي الانظمه اللي هي الكبيره، بتستخدم بقى في الفيسبوك، قاعده بيانات بتستخدم في الداتا بيز بتاعت الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب والكلام ده كله، بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا النو سيكوال. ليه؟ لان دي حاجات اضخم بكتير، حاجات برمجيه بقى، قاعده بيانات متبرمجه، غير الكلام الايه اللي هو السهل ده. قاعده البيانات العلائقيه دي بعملها مثلا بشيت اكسل. شيت اكسل ده بيكون فيه جداول واعمده وصفوف والكلام ده كله، هنعرف الكلام ده زي ما قلت لك الايه الدرس الجاي. طيب يبقى انا عندي 4 انواع، 3 انواع عندنا، والنوع الاخير ده عندنا بس التعريف بتاعه، اللي هي الهرميه، تدرجات، الشبكيه مرتبطين ببعض كلهم، العلائقيه في علاقات ما بينهم، سواء علاقات رياضيه او رابط الصفوف قصدي الاعمده بالصفوف والكلام ده. تمام؟ يبقى عندي حاجات مرتبطه ببعضها بس في شكل صفوف واعمده، ده كده اسمها علائقيه. طبعا عندي حاجات مرتبطه في شكل رياضي، يعني انا مثلا دلوقتي بقول له ان انا عندي الجدول ده، لما انا اكتب لك هنا 5، ده مثلا منتج، ده جدول منتجات، وده جدول السعر، وده الاجمالي. تمام؟ يبقى انا لو عندي هنا 5 من المنتج ده، والمنتج ده الواحد من المنتج ده مثلا ب 5 جنيه، يبقى 5 في 5 يبقى الاجمالي كله بكام؟ ب 25. دي كده العلائقيه. انا مش بكتب ال 25، انا بكتب بس الخمسه دي والخمسه دي، وبعد كده في الاخر بعد ما اخزن المنتجات كلها وبعد ما اخزن الاسعار كلها يقوم مديني ايه؟ اجمالي السعر كله. تمام؟ ولو عندي مبيعات يقوم مخرجها، اللي هو اشبه ببرنامج الكاشير. برنامج الكاشير بيبقى عندي علاقات ان المنتجات اللي داخله واللي خارجه والكلام ده كله. جميل جميل. تعال بقى نخش على الحل بتاع، سيبك بقى من الدرس الثاني هنرجع له دلوقتي في الفيديو الجاي يعني ان شاء الله، ولكن تعال نخش على الحل بتاع الدرس الاول. سم الله يا عم، سم الله سم الله سم الله. طيب بيقول لي يشار الى البيانات التي يتم ادارتها وتخزينها بشكل معين لتسهيل استخدام كميات كبيره من البيانات باسم ايه؟ باسم قاعده البيانات. يبقى كده رقم 1 هقول له ان هي قاعده البيانات. طبعا عندنا ده اكمل عادي. طيب اللي هي الداتا بيز. تمام؟ انا هختصرها في كلمه داتا بيز اللي هو دي بي. طيب يسمى النظام الذي ينشئ، ده نظام اداره قواعد البيانات اللي هو الداتا الدي بي ام اس، الداتابيز مانجمنت سيستم. طيب ويقوم بتشغيله وادارته باثنين. مين اللي بيقوم بتشغيله وادارته؟ اللي بيقوم وتشغيل باداره ثانيه ده هنا عايز واحد تاني، ابسوس سوري، هنا عايز رقم 1 تاني اللي هي الدي بي. تمام؟ الدي بي. تمام؟ اللي هو نظام اداره، اللي هو اداره البيانات عادي، اللي هو الداتا بيز. تمام؟ اداره اللي هي قواعد البيانات. هنا هيبقى الدي بي اللي هو بادارته بقى دي بي ام اس. تمام؟ جميل. ولديه وظائف مثل تناسق البيانات والتكامل واستقلاليه البيانات تمام؟ بعد الاستقلاليه احنا كان عندنا السريه. تمام؟ وكان عندنا ايه تاني؟ استقلاليه، وهو انا كاتب لي التكامل والتناسق والاستقلاليه والسريه والتوافر. نقرا الكلام ده تاني ونشوف ايه اللي كان مكتوب. يشار الى البيانات التي يتم ادارتها وتخزينها، دي الداتابيز. طيب يسمى النظام الذي ينشئ الداتابيز ده بقى، النظام الذي بينشئ الداتابيز ده ويقوم بتشغيله وادارته اللي هو رقم 2 اللي هو الدي بي ام اس اللي هو داتابيز مانجمنت سيستم.
ولديه وظائف مثل تناسق البيانات والتكامل واستقلاليه البيانات والسريه والتوافر. خلاص سهله جدا. طيب سؤال رقم 2، سمي الله، صلي على النبي كده وايه وفوق معاك. صليت على النبي؟ يلا بينا. اختر الشرح الصحيح لكل مصطلح من المصطلحات من 1 ل 5 المتعلقه بانظمه قواعد البيانات من الخيارات من الف الى ج. سيبك من 1 الى 5 برضه، يعني عايزين نختار من الخمسه اللي فوق دول ايه اللي يناسب الخمسه اللي تحت. تمام. رقم 1، تحديد اذونات واجراء المصادقه للبيانات. دي السريه. ليه؟ محدش يخش غير بالاستئذان او يكون معاه صلاحيه. طيب دي السريه. طيب توافر آلية لضمان عدم وجود التناسق في العلاقات بين البيانات. ده اسمه ايه؟ التناسق. مين اللي بيعمل حاجه ان هو ما يخليش في عدم تناسق او البيانات اللي هنا متكرره والكلام ده كله. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تناسق، اللي هي رقم 3. خلاص احنا هنكتب هنا السريه دي رقم 5، بعد كده رقم 3. طيب بعد كده طريقه يتم فيها اداره البيانات المخزنه بشكل منفصل. لما البيانات منفصله عن البرنامج يبقى دي رقم ايه؟ يبقى دي الاستقلاليه اللي هي رقم 1. مستقله، البيانات مستقله. عدم عمل نسخ احتياطيه واتخاذ عمل نسخ احتياطيه يبقى ده خلاص توافريه او توافر اللي هي رقم 4. ليه؟ عشان خاطر يكون البيانات متوفره عندي لو حصل اي مشكله او اتمسحت او الكلام ده كله. 5 بيقول لي توفير آلية لمنع المراجعات العرضيه او العبث الغير مصرح به. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه تكامل. يبقى ده التكامل اللي هو السلامه من الاخر. يعني التكامل ده ممكن تقول عليه السلامه زي ما قلنا في الشرح من شويه. طيب السؤال اللي بعده، اجب على الاسئله التاليه. اختر المصطلح الانسب الذي يملا الفراغات. يبقى هنختار من الالف ب ج د من 1 و2 و3. هنختار ايه؟ يعني مدينا 4 اجابات هنختار منهم 3. طيب هناك عده انواع من قواعد البيانات بما في ذلك 1. تمام. حيث 1 دي بقى اللي هو قصده على اللي بيعمل ايه؟ حيث يتم تنظيم وإدارة البيانات التي تم جمعها عبر جداول متعددة. يبقى دي العلائقية. طيب يبقى دي رقم ب. طيب يشار إلى البيانات التي تم تنظيمها في هيكل هرمي. يبقى دي الهرمية. يبقى دي رقم أ. بينما يشار إلى البيانات المعبر عنها في شكل هيكل. يبقى دي الهيكلية اللي هي رقم هنا ايه؟ اللي هي بيانات شبكية. ثانية أنا عندي 1 اخترنا به خلاص اللي هي العلائقية. تمام. بيانات هرمية خلاص اخترناها. عندي قاعدة بيانات شبكية خلاص، ما هي ج اللي هي قاعدة بيانات شبكية. تمام. اللي هي قاعدة بيانات اللي هي الايه؟ الشبكية. تمام. طيب ما هو المصطلح الذي يطلق على قاعدة البيانات ذات هيكل مثل الموضح على اليسار؟ دي الشبكية اللي هي كنا لسه عاملينها فوق اللي هي الشبكية. خط جميل. ما هو المصطلح الذي يطلق على أنظمة إدارة قواعد البيانات الأخرى بخلاف أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية اللي هي النو سيكو؟ تمام. طيب بعد كده أكمل الجمل التالية بملء الفراغات 1 و2 بالمصطلحات المناسبة. يشار إلى البيانات التي يتم إدارتها وتخزينها بشكل معين لتسهيل استخدام البيانات. دي الداتابيز. طيب خلاص قلنا نختصرها. يطلق على النظام الذي ينشئ ويشغل ويدير. الداتابيز برضو اللي بينشئ ويشغل. تمام. اللي هي رقم 1 تاني اهي. طيب اسم ايه بقى اللي بينشئ؟ اللي هو الداتا بيز مانجمنت سيستم. تمام. ويتميز بوظائف مثل تناسق البيانات تكاملها واستقلاليتها. طبعا ده السؤال ده متكرر خلاص، اللي هو هتقول بقى السريه والايه والتوافر. اختر عباره صحيحه واحده بخصوص اتاحه البيانات من الخيارات من 1 إلى 4. تمام. هي عايز عبارة صحيحة واحدة. طيب هي وظيفة لإدارة قاعدة البيانات بشكل منفصل عن البرامج. دي الاستقلالية. تمام. هي وظيفة تمنح حقوق الوصول إلى البيانات المستخدمة وتحدد المستخدمين. دي السرية. طيب هي وظيفة تمنع ازدواجية البيانات والعبث بها والتسجيل أو التحديث الغير مصرح به. ده اسمه الإيه؟ اسمه التكامل. طيب هي وظيفه لعمل نسخ احتياطيه. ده اللي هو ايه؟ التوافر. ودي اللي هو عايزها اللي هو اتاحه البيانات.
تمام، اللي هو اتاحه البيانات، اللي هو التوافر عندنا في الايه، في الدرس، اللي هو اتاحه البيانات. طبعا احنا جاوبنا يعتبر 4 اسئله مش سؤال واحد. طيب بالنسبه للعبارات التاليه من 1 ل 5 المتعلقه بوظائف انظمه اداره قواعد البيانات، ضع علامه صح وغلط. طيب تتضمن سريه البيانات تحديد حقوق الوصول وتنفيذ المصادقه، طبعا دي صح. طيب تعني سلامه البيانات ضمان ان العمليه، سلامه البيانات دي اللي هي ايه؟ اللي هو التكامل، ضمان ان العمليات متزامنه للبيانات المشتركه لا تسبب عدم تناسق، لا دي التناسق مش التكامل. تمام؟ طيب لا ينطوي تناسق البيانات فقط على منع تكرار البيانات ولكن ايضا الحمايه من العبث. طيب لا ينطوي تناسق البيانات اللي هو التناسق ولكن ايضا الحمايه من العبث بالبيانات وتسجيل البيانات احتياطيا، طبعا ده غلط، مش كده، الكلام ده مش صح. تسجيل البيانات احتياطي اصلا ده اللي هو التوافر. طيب هو عايز تناسق، يبقى التناسق اللي هو بيظبط البيانات ما تكون اللي هي تكون متزامنه مع بعضها، ده ملوش علاقه بالتكرار اصلا بتاع البيانات، ده ليه علاقه بالتوافر وملوش علاقه بتسجيل البيانات الاحتياطيه ان انا يبقى عندي نسخه، ده اسمه توافر. تنطوي توافر البيانات اجراء نسخ احتياطيه واستعاده واسترجاع لتحضير الحالات اذا فشل استعاده البيانات، طبعا ده صح اللي هو التوافر. طيب تشير استقلاليه البيانات الى اداره قواعد البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها، طبعا صح جدا، ده اسمه الاستقلاليه. طيب اختر قاعده البيانات المناسبه للعناصر التاليه من 1 الى 3 من الخيارات من الف الى ت. قاعده البيانات تمثل البيانات في هيكل شبيه بالشبكه. قاعده بيانات تمثل، طبعا هو عايز يختار من الف ب ج الثلاثه اللي فوق دول. طيب اللي بتمثل شبيه بالشبكه دي اللي هي الشبكيه. طيب اللي هي رقم ايه؟ رقم الف. فين الف؟ لا ب. تمام. طيب قاعده بيانات يتم فيها تنظيم ودرجه الادله العلائقيه اللي هي ج. طيب قاعده بيانات يتم فيها تمثيل البيانات في هيكل هرمي دي اللي هي الايه؟ الهرميه اللي هي الف. طيب ما هو المصطلح الذي يطلق على دي؟ دي اسمها علائقيه. طيب خلاص كده احنا هنخش على الدرس الثاني. كده احنا خلصنا الدرس الاول في الوحده التاسعه. الوحده التاسعه عباره عن درسين، اتلغى عندك الدرس الرابع والخامس في الوحده الاولى، واتلغى عندك الدرس الثالث في الوحده الثانيه اللي هي التاسعه، والوحده الاولى اللي هي الثامنه. طبعا هنخش على الوحده ال 12 لان العشره وال 11 ملغيين، هنخش على ال 12 على طول اللي هي الخوارزميات، وفيها طبعا حاجات برده ملغيه وماشي. وبعد كده هنخش على الوحده ال 13، دي وحده جديده نازله عندنا في الكتاب، ودي بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي والاي اي والكلام ده كله. طبعا هنشرح كل ده على القناه ولكن عيديه بقى، احنا عايزين العيديات يا مستر والجوائز والكلام ده كله، الكلام الجميل ده. هي جايزه جميله جدا هكافئك بيها، اللي هي المراجعه بتاعت الشهر باذن الله، تنزل لك رابع او خامس يوم العيد بحيث ان انت يعني تلحق تذاكر الماده عندك، يبقى في وقت. تمام. طبعا احنا عارفين المراجعه بتاعتنا بتبقى مختصره جدا وبيكون فيها الامتحان بشكل دايركت، مش من غير اي حوارات بقى ولا نكبر المواضيع ولا الكلام ده كله. هو يا باشا نص ساعه، ساعه الا ربع هتلاقي الكلام ده كله اتلم. طبعا هنراجع على المقرر بتاع شهر فبراير وشهر مارس على حسب الامتحان ما هيجي. تمام. وعامل لك برضو مكافاه كمان جميله كده، ان انا احل لك شويه اسئله على الوحده الاولى اللي هم الثلاث دروس بتوع الوحده التاسعه. تمام. بتوع الوحده الثامنه. يبقى انا كده قفلت لك الدنيا. يبقى انت عندك في مراجعه تنزل لك على الوحده الثامنه كلها، وبعد كده عندنا مراجعه الشهر، مش عارف بقى مين هينزل قبل مين، بس طبعا ده كله هينزل لك على القناه. تمام. خلصنا الدرس الاول، فاضل لنا الدرس الثاني، ويبقى كده احنا خلصنا الوحده التاسعه على خير. هيبقى فاضل لنا ال 12 ملغي منها برضو درسين تقريبا، وهيبقى فاضل لنا ال 13. تمام. اشوفكم بخير، ما تنسوش دعواتكم، كومنتاتكم، لايكاتكم، شيركم بقى، ظبطوا الدنيا كده، وادعوا لنا بالشفاء ان شاء الله. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.